لما تبدا احرق كل السفن وراك، ارمي اي حاجه تفكر ان هي توقفك. انت وان واي، ينفع تكون بطيء بس انت خدت قرار يا باشا، اوعى تقف ولا ترجع. خلاص انا المره دي هي دي المره دي هي دي اللي انا كنت مستعد فعلا للبدايه. لو وقفت احتمال ما تعرفش تبدا تاني. فان شاء الله انا اتمنى ليكم كلكم النجاح. ان يمكن لما انت فشلت في المرات اللي قبل كده ده ما كانش ضعف منك ولا ان انت ما كانش عندك اراده، ولكن عشان كان في نقطه هي لسه انت مش شايف، وهي النقطه بتاعت اتساق عقلك وجسمك ما كانتش في الحاجه. مش بقول لك ده عشان اديك بيرميشن ان انت تبقى مفكر ان لا خلاص انا مش مستعد دلوقتي فكمان سنه، لا انا بقول لك يومين ثلاثه تكون مستعد خلاص. بس خليك فاكر انك لازم تكون ذكي وانت بتشوفني، عشان يعني عقلك انا عاوزه يشتغل باسلوب معين. فما تاخدش من ده ان انا بقول لك اوعى تبدا دلوقتي، او بقى فعلا انا بدات دلوقتي بدايه غلط. بالمناسبه جمله ان تبدا اول السنه او تبدا يوم السبت او تبدا رمضان او تبدا بعد الكريسماس او تبداي بعد الصيام لصحابنا المسيحيين اللي صايمين دلوقتي، او بعد رمضان لما يجي، او بعد ما ترجع من المصيف، دي بقى البدايه اللي دايما متخلفه وغبيه. ليه؟ لان الحاجات دي مش هتنتهي، مش هتنتهي ابدا. يعني انا عديت 7 مثلا، هم في 18 لان في عيد ميلادك وفي عيد جوازك وفي صاحبك بيحتفل بمش عارفه ان هو طلع من الجيش الحاجات دي عمرها ما بتخلص. فلا يا صاحبي ابدا دلوقتي لو دول انت مفكرهم العائق.